طبيعي لما حقك يروح بتروح ترفع قضية عشان الدولة تجيب لك حق. لكن الصراحة في قضايا ترفع الضغط وتجيب لك المرض كمان. خليني اقول لكم النهاردة عن اغرب قضايا في العالم. بس خلينا قبل ما نبدأ الفيديو دوت احب اعرف رأيك في المحتوى. فلو المحتوى عجبك انزل اعمل لايك، ولو المحتوى فيه اي مشكلة يا ريت تسيبلي تحت في الكومنتات عشان دوت بيساعدني اطور في المحتوى واقدر اقدم لكم الحاجات اللي بتحبوها. معلش طولت عليكم، يلا بينا خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا جيت. اول قضية معانا لست رفعت قضية على شركة اكل مشهورة جدا اسمها ميستن فود، ورفعت القضية على الشركة ديت بسبب ان هي زادت في الوزن جدا، وطلبت من الشركة تعويض كبير جدا حوالي 50 مليون دولار. انت متخيل الرقم؟ 400,000 ليه؟ ابو تريكه؟ لا يا عم مش ابو تريكه، ايه الحمار ده جايبينه منين؟ والسبب في كده ان مكتوب على علبة الرز بتاعتهم ان الاكل اللي في العلبة ديت بيحتوي على 120 سعر حراري بس. لكن بعد التحاليل والفحوصات اثبتت ان فيه 2.5 واحدة من الدهون، وده يبقى اسمه غش تجاري، على اساس ان هي زادت من ال2.5 واحدة دول. تاني قضية معانا بقى بسبب القهوة السخنة. في سنة 1992 في واحدة عندها 79 سنة، يعني مش مهم اسمها ايه عشان اسمها صعب جدا الصراحة. المهم يعني ان هي من المكسيك. المهم الست دي اشترت قهوة من ماكدونالدز، وهي بتشيل الغطا بتاع القهوة وقعت عليها، ودوت سبب لها حروق من الدرجة التانية. وفضلت الست دي تتعالج من الحروق لمدة سنتين، ورفعت قضية على شركة ماكدونالدز لأنهم بيقدموا القهوة سخنة جدا، ودوت بيعرض عملائهم للخطر. طب ما كنت تشربيها ايس كوفي يا حاج. وكانت الست ديت عايزة تعويض كبير من ماكدونالدز، وفعلا كسبت القضية وأخدت 1.5 مليون دولار. يا ريتني كنت انا يا اخي. والله العظيم كلنا فداك. تالت قضية معانا بسبب بنطلون. أيوة ما تستغربش، بسبب بنطلون فعلا. في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في سنة 2005 واحد راح ينظف البنطلون بتاعه بسبب إن في حبر وقع على البنطلون، حبر اللي هو قلم جاف يعني. وراح الراجل دوت لشركة متخصصة في كده إن هي تشيل الحبر ده في البنطلون، بس هما من غير ما يقصدوا ضيعوا البنطلون بتاعه. يسكت بقى الراجل؟ لا ما يسكتش، يرفع قضية عليه، وعايز تعويض من الشركة ديت حوالي 40 مليون جنيه استرليني. أساسا الشركة كلها على بعضها كده ما كسبتش الرقم ده كله. لكن الحمد لله الراجل خسر القضية وما كسبش حاجة، بس الكلام ده كله بعد 4 سنين محاولات من الشركة. ابوس ايدك، شجع الشباب، شجع الشباب. رابع قضية معانا وهي عن شركة الطيران الأمريكية اللي دفعت تعويض للركاب حوالي 1,000,000 دولار، وده بسبب إن المسافرين أثناء رحلتهم في الطيارة اتعرضوا لاضطرابات هوائية. استرها معانا يا رب. لمدة 28 ثانية بس يعني، لكن ال 28 ثانية دول سببت الخوف ليهم. لكن المسافرين كسبت فعلا القضية وأخدوا المبلغ ده. خامس قضية معانا في دبي، وفعلا دي قضية غريبة جدا. جت مكالمة لمركز الاتصالات في دبي من واحدة آسيوية عندها حوالي 45 سنة. المهم الست ديت عندها 45 سنة ومتجوزتش، فواحدة صاحبتها بقى نصحتها إن هي تشتري بقرة علشان تجيب لها الحظ وكده يعني. وفعلا الست مستنتش وراحت اشترت بقرة فعلا، لكن حالها ما اتغيرش كتير، لا وبقى أسوأ. فانت بقى فاكر دلوقتي ان هي رفعت قضية على صاحبتها صح؟ لا، راحت ورفعت قضية على البقرة. بس طبعا القاضي رفض القضية، هيعمل لها ايه يعني؟ اصلا لو حد مفروض يتحبس فهي الست دي. سادس قضية معانا بقى وهي شركة نايكي. في 2014 رفع شاب عنده حوالي 26 سنة قضية على شركة نايكي، وطلب تعويض بقيمة 60 مليون دولار. هو أنا مش عارف الناس دي بتقول الأرقام كده وخلاص، ولا هي عارفة هي بتقول ايه ولا ايه. المهم الشاب ده اترفع القضية بتهمة إن حذاء نايكي استخدم في حاجة عنيفة يعني. لأن في 2012 اتعدى عليه واحد شغال في الفندق وكان لابس حذاء نايكي ده، وموضوع الخناق دوت خلاه يخش المستشفى ويعمل عملية. طب ماشي، طب ما يروح يرفع قضية بقى على الراجل اللي ضربه. لا، يروح يرفع قضية على شركة نايكي عشان هي مش مكتوب عليه إن هي ممكن يستخدم الحذاء دوت في العنف وكده. الناس دي بتفكر ازاي فعلا؟ بتفكروا ازاي؟ سابع قضية معانا وهي الراجل عجوز كده عنده 95 سنة. طب ودوت عايز ايه؟ لا، ده رفع قضية على مراته اللي عندها 94 سنة. طب ليه؟ علشان هي كبرت في السن ومبقتش بتهتم بيه زي الأول. تفتكر كده الراجل دوت بيحبها يعني؟ ولا هو عبيط؟ تامن قضية معانا بقى في 2014 برضه، أنا مش فاهم ايه السنة دي بقى واحدة راحت رفعت قضية على شط، والشط دوت في فلوريدا.
عشان الشط دوت محذرهاش ان هي ممكن تتصاب بصعقة في اي وقت. الصعقة ديت اللي هو تقريبا قنديل البحر. المهم الست ديت اتصابت فعلا بصعقة وعملت لها حروق كبيرة يعني. المهم الست ديت كسبت فعلا القضية واخدت 10 مليون دولار تقريبا كده. الحكومة ديت وافقت على المبلغ عشان الصعقة ديت ما موتتهاش. تاسع قضية معانا وهي برضو غريبة جدا. مجرم رفع قضية على الشرطة عشان المجرم وهو بيهرب منهم هرب لغابة وقعد في الغابة ديت حوالي يومين، وخلال اليومين دولت اتصاب بالبرد. ورفع بقى القضية ديت عشان الحكومة معرفتش تلاقيه بسرعة وكده، وإن هي اتأخرت في إن هي تقبض عليه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ انت المفروض ياخدوك يحطوك في السجن ما تطلعش تاني. عاشر قضية معانا كانت واحدة في بار أو اسمه مالها ليلي، وفضلت تشرب وتاكل لحد ما وصل حسابها ل3000 دولار. وعلشان تهرب من دفع الحساب دوت دخلت الحمام عشان تهرب منه. دخلت الحمام وحاولت تهرب من الشباك اللي جوه، لكن وهي بتهرب من الشباك وقعت على اسنانها واتكسر الجزء الامامي. يا عمود يا فقري. بس الغريب بقى ان هي رفعت قضية على النادي وكسبت فعلا القضية واخدت تعويض 12,000 دولار. بيعوضوها ليه الناس دي؟ يعني دي واحدة كانت داخلة تسرق يا باشا، انت بتعوضها في ايه؟ ناس غريبة قوانينهم اغرب. اخر بقى قضية معانا كان راجل صيني رفع قضية على مراته. ليه بقى؟ عشان جاب الطفل وحش جدا وهو ومراته حلوين، وشك ان هي خانته كده. لكن بعد الفحص اثبتوا فعلا ان الطفل دوت ابنه. لكن بعد كده مراته اعترفت ان هي عملت عملية تجميل في كوريا الجنوبية علشان تخلي شكلها احسن. لكن جوزها رفع عليها قضية تاني بتهمة ان هي كذبت عليه. الصراحة والله تستاهل، وكسب القضية واخد منها حوالي 80,000 جنيه استرليني. القضية الوحيدة اللي تستاهل في الكلام ده كله. لو متفق معايا قولي تحت في الكومنتات. بس كده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، واستناني في حكاية جديدة. طبعا ما تنساش اللايك والشير. لو ديت اول مرة تشوفني فاشترك.